الشيف وليد اليوم نحضر وصفة بسيطة، وصفة رائعة، بريوش بالشوكولا بطريقة سهلة، مكونات بسيطة موجودة في كل بيت. متأكد الوصفة دي حتنال إعجابكم. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والآن نمر لطريقة التحضير. دركا خاوتي في الإناء تاعنا راح نجيب ملعقة كبيرة بومبي تاع خميرة الخبز، راح نضيف معها 6 ملاعق كبار تاع سكر، وراح نزيد نضيف معها نصف ملعقة كبيرة تاع لافاني، وراح نضيف معها كأس ونصف تاع حليب، نضيف النصف الآخر بهذا الشكل، وراح نضيف نصف كأس تاع زيت بهذا الشكل، وراح نضيف بياض تاع حبة تاع بيض، والصفار نحتفظوا به باش ندهنوا به من بعد. دركا ناخذ المكونات تاعي جيدا حتى يمتزجوا مع بعضهم بهذا الشكل. دركا بعد ما نمتزجوا المكونات تاعي جيدا راح نجيب الفارينة تاعي وراح نبدا نضيف كيما هذا بالشكل هذا. نضيف ما نقدرش نعطيكم المقدار المعين تاع الفارينه لانه كل فارينه تختلف على الاخرى، كاين واحده تشرب وحده ما تشربش. دركا حنايا راح نضيفوا الفارينه بالتدريج حتى نتحصلوا العجينه تكون طريه تتلصق في اليد نوعا ما. وعندي نصف ملعقه كبيره تاع ملح راح نضيفها بهذا الشكل، وراح نمزج المكونات تاعي مع بعضها ونحاول نجمع العجين تاعي. البريوش هذا على بالي راح تجربوه، ومتاكد بلي الوصفه دي حتنال اعجابكم وراح توليو ديما تعتمدوها. سهل سريع خفيف ظريف، المكونات تاعو بسيطه تقريبا موجوده في كل بيت. نضيف الفارينه ونزيد نخلط ونجمع العجين تاعي كيما راكم تشوفوا معايا. دركا بعد ما جمعت العجين تاعي كيما راكم تشوفوا راح نجيب كميه تاع فرينه نرشها فوق سطح العمل بهذا الشكل، ونهبط الفرينه تاع العجينه تاعي وراح نجمعها بهذا الشكل. نعجنها ماشي نعجنها سما نلمها برك حوالي دقيقة هكذاك، دقيقة ونص كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل. هاي العجينة تاعي نلمها، ودوكا راح نجيب الإناء تاعي راح نديرو كمية قليلة من الزيت بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا خاوتي، ونجيب العجينة تاعي ونحطها ونخليها تخمر، وبعد ما تخمر نرجع لكم ان شاء الله. دركا خاوتي جبت العجينه تاعي بعد ما خبرت كيما راكم تشوفوا فيها، نهبطها التخمار تاعها بهذا الشكل وراح نحطها فوق سطح العمل. راح نسويها بهذا الشكل، وراح نجيب الكوبات نتاعي وراح نقسمها او نقطعها على زوج. بعد ما قطعتها على زوج دركا راح ندير كويرات بهذا الشكل. الحجم تتحكموا فيه نتوما على حساب الحجم اللي تحبوه كيما راكم تشوفوا. ونديرها كويرات بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا معايا. كويرات بهذا الشكل. نزيد نجيب قطعة واحدة أخرى كيما راكم تشوفوا خوتي بهذا الشكل. نكمل الكويرات كل ونرجع لكم. دركا خوتي بعد ما
شكل الكويرات نتاعي جاتني انا 12 كويره. راح ندير كميه من الفرينه فوق سطح العمل، وراح نفتح الحبه تاعي بهذا الشكل. كما راكم تشوفوا خوتي، نفتح الحبه تاعي بهذا الشكل هكذا، وراح نجيب الشوكولا تاع الطلي وراح ندير كميه في الوسط بهذا الشكل، وراح نمشيها بهذا الشكل. كيما راكم تشوفوا معايا، ومن بعد راح نلم الاطراف تاعي كيما هكا بهذه الطريقه، ونضغط عليهم مليح للاطراف كيما راكم تشوفوا. هذه هي الشكل تاع الحبه تاعي خاوتي بهذا الشكل. وراح نجيب المول تاعي وراح نحط البريوش تاعي بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا. راح نزيد معاكم حبه واحده اخرى، ندير كميه تاع فرينه، ما نكثروش الفرينه. نزيد نجيب الحلال بهذا الشكل، وراح نزيد نجيب الشوكولا تاع الطلي، وراح نزيد ندير كميه في الوسط كيما راكم تشوفوا، ونزيد نغلقها من الاطراف بهذه الطريقه. نضغط جيدا على الاطراف بهذا الشكل، وهذه هي الشكل تاع الحبه تاعنا. راح نزيد نجيب المول تاعي ونزيد نوضعها بهذا الشكل. راح نكمل جميع الحبات ونرجع لكم خاوتي. دركا خاوتي بعد ما شكلت الحبات تاعي، درت حبات بهذا الشكل وحبات بهذا الشكل، راح نزيد نغطيهم وراح نزيد نخليهم يخمروا. نغطيهم كتانه ونزيد نحطهم يخمروا ومن بعد نرجع لكم. دركا خاوتي بعد ما خمر البريوش تاعنا كيما راكم تشوفوا، راح نجيبوا صفار تاع البيض مع قليل من الحليب مع قطرات من الحليب، وراح ندهنوا البريوش تاعنا بالطريقه هذه كيما راكم تشوفوا. ما نضغطوش عليه باش التخمار تاعنا ما يهبطش، ندهنوا غير بالعقل بالشكل هذا. في هذه الأثناء نكون شعلت الفور تاعي على درجة حرارة 190 درجة حتى 200 درجة، نخليه يسخن مليح قبل ما نحط البريوش تاعي. كيما راكم تشوفوا ندهنو مليح بالشكل هذا. نحاول ندخل البيض في هذوم الأجزاء هذوما بالشكل هذا. دركا بعد ما كملت دهنت البريوش تاعي بالبيض، دركا راح نجيب كاوكاو ايفيلي وراح ندير كمية فوق البريوش بهذا الشكل. هذا اختياري، تحبوا ديروه تحبوا ما ديروهش.
بهذا الشكل. ودرك اخوتي راح ندخلو للفرن تاعي يطيب ومن بعد نرجع لكم. اذا اخوتي هذا هو البريوش تاعنا بعد ما كملناه، جا روعه 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 ما شاء الله، قطني خفيف كيما راكم تشوفوا، حلو حبه مع بعضنا، شوفوا ما شاء الله كيفاه جا لداخل، روعه روعه روعه، خفيف قطني. لازم تجربوا الوصفه هذه، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى. سلام.